مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشره اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. فخامه الرئيس السياسي أفورقي يستقبل الوفد الخاص لرئيس الوزراء الياباني. وزاره الصحه تجري استعداداتها لتنظيم حمله تطعيم ضد مرض التهاب السحايا. الامطار تسبب اضرارا بالمنازل والمواشي في مديريه حقات. روحاني يؤكد ان دول الخليج قادره على حمايه امن المنطقه. ايطاليا تحيي الذكرى الاولى لانهيار جسر جنوة. اخلاء 400 الف مواطن من مناطق تهددها عاصفه مداريه في اليابان. مرحبا بكم إلى العناوين إلى التفاصيل. استقبل فخامة الرئيس السياسي أفورقي صباح اليوم الخامس عشر من أغسطس الوفد الخاص لرئيس الوزراء الياباني وأجرى معه مباحثات. ويضم الوفد رئيس الجمعية الإفريقية للاقتصاد والتنمية السيد تاتسورو يانو، وكذلك نائب وزير الشؤون الخارجية السابق وعضو المجلس الاستشاري السفير يوشيفامي أوكامورا. وذكر فخامة الرئيس السياسي أفورقي في اللقاء الذي جرى بقاعة هاجر بأنه يتوقع من اليابان ومع آفاق السلام والتعاون الجديدة التي تشهدها منطقتنا أن تلعب دورا كبيرا في تطور القارة الإفريقية عامة وخاصة منطقة القرن الإفريقي، مؤكدا بأن إريتريا تخلق فرصا استثمارية تسهم في تعزيز برامج الشراكة الثنائية، فضلا عن تشجيعها واستقبالها للمؤسسات اليابانية الخاصة بهذا الشأن. كما بحث فخامة الرئيس السياسي أفورقي والوفد الياباني الخاص بعمق المجالات التعاونية المطلوب تطويرها بين البلدين كمجالات التعليم والثروة السمكية وتنمية المياه، إضافة إلى البنى التحتية. وفي ذات السياق تبادل الجانبان الأفكار حول الاجتماع الإفريقي الياباني المشترك الذي يتوقع أن يعقد في نهاية الشهر الجاري باليابان. وأكد الوفد الياباني الخاص جاهزية بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع إريتريا إضافة إلى التعاون الإقليمي. هذا وقد شارك في اللقاء من جانب إريتريا معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. أوضحت وزارة الصحة بأنها تقوم باستعدادات كبيرة لتنظيم حملة تطعيم شاملة على مستوى البلاد ضد مرض التهاب السحايا خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، وذلك في الاجتماع الذي عقده مسؤول برنامج التطعيم الوطني في الوزارة السيد تيدروس يحدقو في 13 من أغسطس بمدينة تسنيم لتقديم توضيح مفصل حول دور الشركاء في إنجاح حملة التطعيم ووضع برنامج عمل لمدراء مديريات تسنيم وقلوج وهيكوتا وفورتوساوا وغونيا. وأشار إلى أن مرض التهاب السحايا كان يصيب المواطنين في 26 دولة إفريقية تقع على الحزام الأخضر، وبما أن أجزاء محدودة من البلاد تقع في هذه المنطقة فقد كانت نسبة ظهور المرض ضئيلة. وللسيطرة على هذه الظاهرة السائدة في دول الجوار، وضعت وزارة الصحة خطة عمل لتطعيم أكثر من 3 ملايين مواطن في الفترة المذكورة لمن هم في عمر ما بين سنة واحدة وحتى 30 عاما. وذكر بأن البرنامج سينفذ خلال أسبوعين على فترتين، حيث يبدأ من إقليمي جنوب وشمال البحر الأحمر ويمتد إلى الأقاليم الأخرى. وأضاف السيد تدروس بأن التطعيم سوف يقدم أيضا للمواطنين في الكليات والمعسكرات والجزر والرحل، داعيا إلى تعزيز مشاركة الجماهير والجهات الشريكة. من جهته أشار مسؤول الصحة الأهلية والأسرية في القاشبركة السيد برهاني أبرهة إلى أنه وبفضل التوعية الجارية باستمرار ازدادت نسبة وعي المواطنين بالمجال الصحي وتوسعت رقعة التطعيم، موضحا أهمية العمل المنسق لإنجاح البرنامج. في الختام نشد المشاركون في الاجتماع للتفكير مسبقا في حل قضية المواصلات لضمان فعالية حملة التطعيم. هذا ويعتبر مرض التهاب السحايا من الأمراض الخطيرة ويصيب الدماغ والعمود الفقري وقد يؤدي إلى الوفاة. وتفيد مستندات وزارة الصحة بأن حملة تطعيم الحصبة والحميرة التي أدخلت العام الماضي كانت ناجحة بنسبة 98%، وبصفة عامة بلغ مستوى التطعيم على مستوى البلاد هذا العام 95%. نظم مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تأهيلية استمرت ليومين للقادمين من الجهات الشريكة، وتركزت حول مهام وأهداف القوانين الصحية الدولية. وتناولت الدورة التي نظمت في 19 من أغسطس الجاري مواضيع مهمة مثل تفعيل التواصل وتقديم شهادات التقدير والصحة والنظافة وتأكيد كفاءة الأدوات والأمراض المعدية من الحيوانات إلى الإنسان وسبل الوقاية منها وأهمية العمل الجماعي.
وذكر المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد حمد سر علي بأن الدورة تزداد أهميتها مع المرحلة الجديدة التي ندخل إليها، وناشدا المشاركين فيها للعمل الجاد لكون الدورة تعد جزء من المبدأ القائل الوقاية خير من العلاج. من جهته قال مسؤول مكتب الصحة في الإقليم السيدة سفاو نقاسي: في الفترة التي تحول فيها العالم إلى قرية صغيرة أصبحت الأمراض المنتقلة بين الإنسان والحيوان تحديا كبيرا في العديد من الدول، وأن الاستعدادات المسبقة التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع الشركاء تهدف للحد من الأضرار المتوقعة. هذا وقدم خبراء الحجر الصحي بوزارة الصحة في المناسبة معلومات شاملة حول الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها بخصوص النقاط الكائنة في المعابر مثل الموانئ والمطارات ونقاط التفتيش البرية. أشار مسؤول الحملة الطلابية الصيفية في مكتب التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ فساد سين تكئ بأن الحملة تسهم بفعالية في محاربة ظاهرة التصحر بالإقليم، وأوضح بأن البرامج التنموية التي سيرها الطلاب خلال شهر واحد تركزت في الأساس على إنجاز برامج حفظ المياه وحماية التربة، مما ساهم ذلك في إعادة الغطاء النباتي ومحاربة التغيرات المناخية. وقال الأستاذ فساد في اللقاء الذي أجراه مع وكالة إيرينا بأن الحملة التي بدأت هذا العام في 7 يوليو المنصرم شارك فيها أكثر من 1100 من طلاب المرحلة الثانوية في 4 مديريات بالإقليم، أي قنداع وفعبت ونقفة وقرورة، في 52 نقطة عمل وبرعاية وإشراف المعلمين والخبراء الزراعيين والمهنيين الصحيين، حيث قام هؤلاء الطلاب بإعداد حوالي 11 ألف حفرة وقرص الشتول فيها، وتشييد أكثر من 50 كيلومترا من المدرجات الحديثة، وصيانة أكثر من 16 من الألف من المدرجات القديمة والطرق والقنوات التحويلية. كما ناشد الأستاذ فساد الجهات المعنية للنظر في مسألة إعداد الشتول مسبقا، لكون تأخير تأجيزها يعد من أهم عوائق نجاح الحملة هذا العام، مطالبا المجتمع بضرورة تعزيز مساهماته في رعاية أعمال التشجير والبرامج التنموية الجارية. وتشير تقارير فرع التعليم بالإقليم إلى قرص حوالي 178 ألف شتلة عبر برنامج الحملة الطلابية الصيفية خلال 10 سنوات، ونجاح 80% من تلك الشتول المقروسة، وتشييد وصيانة أكثر من 1,000,000 متر من المدرجات. هذا وقد تم تأسيس 70 من الأندية الخضراء للطلاب في الإقليم لتعزيز أنشطة التشجير الجارية، وقد بلغت إلى مستوى التكريم لمساهمتها الفاعلة في تلك الأنشطة. قدمت في السمنار التنويري الذي نظم في 12 من أغسطس الجاري الدعوة للناشطين في زراعة البساتين بمديرية عبد القيح للاستفادة الجيدة من اللوائح المتعلقة بالجمعيات للحصول على حصاد وفير. وقد أشرف على السمنار التنويري الذي ركز على كيفية الحفاظ والاستفادة من بذور البطاطا المحسنة الخبراء الزراعيين بالإقليم الجنوبي والمؤسسة الوطنية للأبحاث الزراعية بحلحلة. وأوضح خبير البذور السيد تخلي براخي نجاح المديرية في استخدام بذور البطاطا المحسنة، وناشدا المزارعين لبذل المزيد من الجهود الحثيثة والاستفادة من هذه الفرص ومضاعفة إنتاجهم باستخدام السماد الطبيعي. من جانبه ناشد الباحث في علم الخضر والفاكهة بالمؤسسة الشاب مدهاني هيلي مزارعي البساتين للانضواء في الجمعيات لضمان التفاكر والتكاتف بين المزارعين. من جهتهم طالب المزارعون بضرورة تقديم الخدمات الإرشادية المستمرة للتعرف على كيفية استخدام البذور المحسنة التي تم إدخالها حديثا. وفي الرسالة التي قدمها مدير مديرية عبد القيح السيد هابتاي تسفازجي دعا مزارعي البساتين لزيادة الجهود المنسقة من أجل الحصول على إنتاج وفير يكفي أسواق المديرية والمناطق المجاورة. سببت الأمطار الغزيرة التي هطلت بمديرية حقات في الفترة من 8 وحتى 12 من أغسطس الجاري في حدوث أضرار بالمنازل والمدرسة والمواشي. فقد دمرت الأمطار التي هطلت طوال الليل والنهار منازل سكنية في بلدة حقات، واقتلعت أسقف 4 غرف للمعلمين، وأصابت 4 أشخاص بجروح طفيفة وبليقة حسب ما أفاد به مراسل وكالة إيرينا بمديرية حقات. كما دمرت الأمطار في ضاحية جلاس 70 منزلا، وتسببت في نفوق 12 من الإبل في ضاحية عتفاكاي وفق المعلومات الواردة من الضاحيتين. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله أن بمقدور إيران ودول الخليج الأخرى حماية أمن المنطقة، وأنه لا توجد حاجة لقوات أجنبية، مكررا رفض
بحرية أمنية أمريكية في المنطقة. وأكد روحاني موقف بلاده الذي تتخذه منذ فترة والرافض لوجود قوات من البحرية الأمريكية في المنطقة. وقد أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية بعثتها الأمنية البحرية إلى الخليج الشهر الماضي في أعقاب احتجاز إيران سفينة ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، وساندت بريطانيا وواشنطن في ذلك وأرسلت بعض سفنها الحربية إلى الخليج. وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الخطوة تمثل رادعا إضافيا في مواجهة التهديدات الواقعية في المنطقة. أقامت إيطاليا مراسم لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانهيار جسر جنوة الذي أودى بحياة 43 شخصا في 14 من أغسطس العام 2018 في مراسم اتخذت طابعا سياسيا غير متوقع بفعل انهيار الائتلاف الشعبوي الحاكم. في موقع الحادث حيث لا تزال الأنقاض متناثرة، أجريت المراسم على بعد 20 مترا من حيث بدأ بناء أول قسم من الجسر الجديد. وكان حاضرا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا الذي يتمتع وحده بصلاحية الدعوة إلى انتخابات جديدة، وزعيم الرابطة ماتيو سالفيني الذي يطالب بإجراء انتخابات منذ الأسبوع الماضي، وحليفه السابق زعيم حركة 5 نجوم لويجي دي مايو، بالإضافة إلى رئيس الحكومة جوزيبي كونتي وعدد كبير من الوزراء. وبانتظار بناء الجسر الجديد الضروري من أجل عبور سريع لهذه المدينة، تبدو المعركة القضائية بشأن الجسر المنهار في أوجها. هطلت أمطار غزيرة في أجزاء من غرب اليابان مع اقتراب العاصفة المدارية كروسا من البلاد، مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وتوقف خطوط القطارات، في حين نصحت السلطات أكثر من 400 ألف مواطن بإخلاء مناطقهم. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن العاصفة كروسا تتحرك شمالا باتجاه جزيرة شيكوكو أصغر جزر اليابان الرئيسية، محملة برياح سرعتها 108 كيلومترات في الساعة، ومن المتوقع وصولها إلى اليابسة. وحذرت السلطات من هطول أمطار غزيرة يمكن أن يتجاوز معدلها في بعض المناطق 1000 ملم على مدى 24 ساعة، ونصحت حوالي 446 ألف شخص بإغلاق هذه المواقع. وتم إيقاف خدمة القطارات فائقة السرعة في جزء من غرب اليابان، وتقرر إغلاق عدد من الطرق السريعة. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه تم إلقاء 679 رحلة جوية، مما أفسد خطط سفر الآلاف في نهاية موسم عطلات الصيف الرئيسية بالبلاد. وفي عام 2018 لقي أكثر من 200 شخص حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في أجزاء من غرب اليابان. في الخبر الأخير، بعد ملايين السنين من فقد الإنسان للذيل في رحلة التطور البشري، ابتكر فريق بحثي في جامعة كيو اليابانية ذيلا آليا يقولون أنه قد يساعد المسنين الذين يعانون من اختلالات في السير على حفظ توازنهم. ويقول فريق كيو أن الجهاز الذي يطلق عليه اسم أركوي يبلغ طوله مترا واحدا ويشبه الذيل الذي يساعد الفهد وحيوانات أخرى على حفظ توازنها أثناء الركض والتسلق. وقال جونيتشي ناباشيما الذي تخرج حديثا من الجامعة ويشارك كباحث في المشروع أثناء عرض الذيل الآلي مربوطا بخصره، الذيل يحفظ التوازن مثل بنادول الساعة. وفي ظل زيادة أعداد كبار السن في اليابان، تتقدم البلاد دول العالم الصناعي الأخرى في البحث عن سبل لجعل المسنين قادرين على الحركة والإنتاج. وسيبقى الذيل الآلي الذي يستخدم 4 عضلات صناعية وهواء مضغوطا للتحرك في 8 اتجاهات داخل المختبر، في الوقت الراهن إذ يعمل الباحثون على إيجاد سبل لجعله أكثر مرونة. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.